بيبدأ الفيلم بحادثة عربية عنيفة بتحصل لواحدة ست وبتموت فيها فورا، وبعد الحادثة دي العربية بتولع، وفي نفس اللحظة الساعة اللي كانت في ايدها بتطير في الهواء وبتتكسر. والمشهد بينقلنا الراجل سايق عربيته في امان الله، وفجأة بيضطر يقف بسبب الزحمة لما الست اللي سايقة قدامه كاوتش عربيتها بينفجر. والراجل بيحاول يتفادى العربية اللي وقفت قدامه، لكنه بيخبط في عربية نص نقل كانت ماشية جنبه. وهو بيحاول يسيطر على الموقف بيطلع بعربيته على الرصيف، وبتقع عليه يافطة محل كبيرة. فالراجل بينزل من العربية وبيحاول يشيل اليافطة من على الإزاز علشان يعرف يشوف. وهو بيشيلها بيشد سلك مربوط بالشباك اللي فوقيه، واللي كان مجهزه واحد من العصابة اسمه فاتي. والشدة دي بتخلي الشباك يتكسر والإزاز كله يقع على الراجل ويموته في لحظتها. والناس بتتلم وبتتصل بالبوليس والإسعاف. وفي وسط الزحمة دي بنشوف براين، العقل المدبر ورا كل اللي حصل ده، وكان واقف يراقب من بعيد عشان يتأكد إن الخطة مشيت زي الساعة. وبنكتشف إن اللي حصل ده مش قضاء وقدر، دي عملية اغتيال مدروسة بالملي عشان تبان كأنها حادثة عادية. والبوليس بيوصل ويساعد الست اللي عربيتها عطلت عشان تمشي من المكان. والراجل اللي كان سايق العربية النص نقل بيركب عربيته بعد ما اطمن إن دوره انتهى، وبيرمي سيجارته في الأرض وبيمشي. وبراين بيلمح السيجارة اللي رماها العم فبيروح ياخدها فورا، وده عشان ما يسيبوش أي دليل وراهم في مسرح الجريمة. وفي نفس الوقت فاتي بيروح للجراج القريب وبيغطي كاميرات المراقبة ببالونات كانت معاه علشان محدش يشوفه. وبيروح عند عربية معينة وبيلاقي جواها ظرف فيه بقى يحسبهم من العميل اللي طلب تنفيذ العملية. وبعد كده الفريق بيتجمع في المخبأ بتاعهم، وبنعرف ان الست اللي كانت في الحادثة اسمها وومن، وبيكونوا بيتابعوا الأخبار وبيعرفوا ان الضحية كان زعيم عصابة خطير، وان الشرطة اعتبرت موته مجرد حادثة مؤسفة. وومن بتكون قلقانة من الغلطة اللي عملها العم لما رمى السيجارة، لكن فاتي بيحاول يغطي عليه وبيقول انه شالها. وبراين بيكون سامع كل كلامهم من خلال أجهزة تصنت زارعها في المكان، وبيدخل يواجههم بكذبهم، وبيوريهم السيجارة وبيعرفهم ان غلطة صغيرة زي دي ممكن توديهم كلهم في داهية. فالعم بيعتذر وبيوعدهم انه هيبطل تدخين علشان يركز في الشغل وما يخسرش مكانه في الفريق. فبراين بيخلص الاجتماع وبيروح على بيته، بس بياخد طرق معقدة ومواصلات كتير عشان يتوه أي حد ممكن يكون بيراقبه. وأول ما بيوصل شقته بيبص على ورقة شجر صغيرة وهو حاططها في الباب بطريقة معينة، والحركة دي بيعملها علشان يعرف لو حد فتح باب شقته في غيابه ولا لأ. وبعد ما بيطمن بيدخل ويحط نصيبه من الفلوس في الخزنة، وبيشغل مزيكا هادية وبينام وهو بيتخيل مراته اللي ماتت في حادثة عربية زمان. وبعد فترة بيجي لهم شغل جديد، وفاتي بيبدأ يوزع الأدوار والتعليمات على باقي الفريق. والعميل الجديد عايزهم يخلصوا من والده، الراجل العجوز اللي بيستخدم كرسي متحرك عشان يورثه. وبراين بيبدأ يراقب الأب وابنه لأيام طويلة عشان يحفظ روتين يومهم بالظبط. والفريق بيدرس المكان بذكاء شديد، والخطة إن هم يعلقوا سلك رفيع في كابلات الترام علشان يوصل الكهرباء للضحية وهو بيعدي الطريق. بس عشان الخطة تنجح محتاجين ينفذوها في يوم يكون فيه مطر علشان المية توصل للكهرباء. والفريق بيبدأ يتدرب على تطيير طيارة ورق في الجو الممطر، وده علشان يستخدموها في تعليق السلك. وبيتابعوا النشرة الجوية كل يوم مستنيين الليلة المناسبة اللي هتمطر فيها. وأخيرا بيجي اليوم المنتظر وكل واحد بياخد موقعه في الشارع. والعم بيعمل نفسه بياع ألعاب أطفال ومعاه بالونات، وفاتي راكب عجلة وكأنه بيوصل طلبات. لكن للأسف المطر ما بينزلش في الوقت المحدد، وبيضطروا يلغوا التنفيذ في آخر لحظة. وهم مروحين الدنيا بتمطر بغزارة وكأن الحظ بيعاند معاهم. والموقف ده بيتكرر كذا مرة، وكل مرة المطر ما بيجيش في الوقت اللي الضحية بيعدي فيه. فالتوتر بدأ يزيد في الفريق. وفي ليلة من الليالي بيكتشفوا إن العم رجع يدخن تاني ونسي وعده، ولما بيواجهوه بيبان عليه علامات النسيان والتوهان. وبراين بيشك إن العم بدأ يجيله زهايمر. ومن وفاتي بيقترحوا إلغاء العملية لأن حالة العم بقت خطر عليهم. لكن فجأة السما بتمطر، وبراين بيقرر يستغل الفرصة دي وبيغامر بالتنفيذ دلوقتي. والخطة بتبدأ، وومن بتطير الطيارة الورق علشان تشبك السلك في كابلات الكهرباء. والمفروض إن العم يطير البالونات عشان يغطي على الكاميرات، لكنه بينسى بسبب مرضه. فبراين بيقرر يكمل رغم المخاطرة لأن الجو ضلمة والمطر هيغطي عليهم. وفاتي بيتحرك بالعجلة وبيمشي جنب الابن اللي بيزق أبوه، وبيعمل حركة تخليه يتكعبل ويقع. والكرسي المتحرك بتاع الراجل العجوز بيفلت وبيتزحلق لحد ما بيوصل لقضبان الترام. وفي اللحظة دي الكهرباء بتوصل وبيموت العجوز فورا، وتمت المهمة زي ما خططوا. والفريق بيبدأ ينسحب، لكن براين وهو ماشي بيخبط في واحد من المرة من غير ما يقصد. وفي نفس الوقت أتوبيس بيظهر فجأة وبيحاول يتفادى براين، فبيحاول بعنف وبيخبط فاتي. والحادثة بتكون قوية جدا، وفاتي بيموت قدام عين براين وهو بيسأله هي دي حادثة بجد؟ فبراين ما بيضيعش وقت وبياخد كل متعلقات فاتي بسرعة وبيختفي قبل ما البوليس يوصل. ولما براين بيرجع بيته بيلاقي ورقة الشجر اللي على الباب وعلى الأرض، وده معناه إن في حد دخل شقته وفتشها في غيابه. والبوليس فعلا بيكون وصل للمكان لأن الجيران بلغوا عن حركة غريبة، وبراين بيلاقي شقته مقلوبة والفلوس اللي في الخزنة مسروقة. لكن الغريبة إنهم سابوا ساعة مراته، وده بيخلي براين يشك إن الموضوع مش مجرد سرقة عادية. وبيبدأ يقتنع إن اللي حصل لفاتي واقتحام شقته دي رسالة تهديد وإن في حد بيطاردهم.
وبيقرر يقطع أي وسيلة اتصال، وبيرمي شريحة تليفونه وبيختفي في شقة تانية مأجرها للطوارئ. وبيشوف في الأخبار إن الشرطة اعتبرت موت فاتي مجرد حادثة سير عادية، بس هو ما كانش مصدق. تاني يوم براين بيراقب الشارع من مكان مهجور، وبيشوف العم رايح لنفس مكان العملية وكأنه نسي إن هم خلصوا. وفي نفس الوقت بيشوف الابن وونج رايح يقابل موظف شركة التأمين تشان، وده عشان يصرف بوليصة حياة أبوه. فبراين بيشك في موظف التأمين تشان وبيحس إنه ورا كل اللي بيحصل، وده علشان ما يدفعش مبلغ التأمين. فبيبدأ يراقب تشان بشكل مكثف، وبيأجر شقة قصاده وبيزرع ميكروفونات في بيته عشان يسمع كل كلمة. والعم بيفضل يتصل ببراين وهو تايه ومش فاكر حاجة غير إن مراته ماتت في حادثة. فبراين بيحاول يهديه وبيضحك عليه، وبيقول له إن في مهمة جديدة عشان يشغله ويخليه قاعد في البيت ما بيخرجش. وفي يوم براين بيشوف وونج وده ابن الضحية سايب ظرف فلوس في عربية في جراج، فبيستنى يشوف مين هياخد الفلوس دي، وبيتفاجئ إن وومن هي اللي جت استلمت الظرف. فبعدها براين بيواجه وومن وبيتهمها بالخيانة وإنها بتشتغل مع العميل ضد الفريق، وهي بتحاول تدافع عن نفسها وبتقول له إنه مريض بالشك والبارانويا وإن كل دي أوهام في دماغه. لكن براين ما بيصدقش وبيقرر يقتلها، وبيعمل فخ يخلي ضغط المية يطير حنفية حديد في وشها وبيموتها. وهو خارج من المكان الظرف بيقع منه، وبراين بيكمل مراقبته لتشان وبيزيد يقينه إن هو الرأس الكبيرة. وبعدها بيسمع تشان بيتكلم في التليفون عن الراجل الكبير اللي وقع من الدور التاني، فبيفتكر العم. فبيجري يلحق العم لكنه بيوصل متأخر وبيلاقيه مرمي من الشباك والشرطة بتحقق. ودلوقتي براين اتأكد إن تشان بيصفي الفريق واحد ورا التاني، وده عشان يخفي أي أثر للجريمة. فالشك بيتحول ليقين، وبراين بيقرر ينتقم من تشان بنفس الطريقة الحادثة، وبيخطط إنه يستخدم انعكاس أشعة الشمس في وقت معين، وده عشان يعمي سواق عربية ويخليه يخبط تشان. وفي اللحظة الحاسمة للتنفيذ بتجيله مكالمة من تليفون العم، وبيتفاجئ إن المتصل هو الشرطة، وبيبلغوه إن العم انتحر لأنه كان تعبان نفسيا وبياخد أدوية غلط. وفي نفس الوقت بيسمع في الراديو اعترافات سواق الأتوبيس اللي خبط فاتي، والسواق بيقول إن الحادثة حصلت بسبب كرات وبلي وقع من بياع متجول اللي هو العم. وهنا براين بتنزل عليه الصدمة وبيكتشف الحقيقة المرة، إن موت فاتي كان حادثة قضاء وقدر بسبب غلطة العم، وموت العم كان انتحار بسبب الزهايمر والاكتئاب. وومن كانت بريئة وهو اللي قتلها بظنونه. واقتحام شقته كمان كان مجرد لصوص عاديين سرقوا شقق تانية في نفس المبنى. يعني تشان موظف التأمين كان بريء ومالوش أي علاقة بالموضوع. بس الوقت كان اتأخر، والخطة اللي براين عملها لقتل تشان كان بدأت تتنفذ، والشمس فعلا بتنعكس على العربية، لكن بسبب كسوف مفاجئ للشمس التوقيت بيختلف شوية، والعربية بتتحرك عن مسارها وبدل ما تخبط تشان بتخبط مراته اللي كانت واقفة جنبه. فبراين بيقف مصدوم وهو شايف تشان بينهار على موت مراته اللي راحت ضحية لذكاء براين المدمر. وبعدها براين بيقرر ينسحب ويمشي من غير ما حد يحس بيه. وهو ماشي في الطريق تشام بيلمحه وبيعرف انه كان بيراقبه وانه السبب، وتشام بيجري ورا براين في حالة انهيار وبيغرس سكينة في بطنه وهو بيصرخ ليه عملت كده. وساعتها براين بيقع على الأرض وبيموت ببطء، وفي آخر لحظات حياته بيبتسم وبيفتكر مراته وبيحس بالراحة انه أخيرا هيروح لها وان دوامة الشك والقتل انتهت. وبكده الفيلم بينتهي على مشهد موت القاتل العبقري اللي خطط لكل حاجة لكنه ما قدرش يخطط لموته هو شخصيا. لو عجبك الفيلم متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناة، وأكيد تفعيل زر الجرس لكل جديد. أشوفكم في الفيلم اللي جاي. سلام.